تخيل ان في صاله بينج وبلياردو قدروا انهم يعملوا 50,000 دولار من غير ما يشغلوا موظف واحد. في يوم من الايام قرروا ثلاث صحاب انهم يعملوا مشروع سوا، واطمن مش مشروع الكتاكيت اللي انت عايز تعمله انت وصاحبك خريج كليه الزراعه، عشان هم قرروا انهم يعملوا مشروع بينج بونج. بس هم عملوا حاجه غريبه قوي وهم بيفتحوا، وهي انهم قرروا انهم ما يشغلوش ولا موظف واحد عندهم، وده خلاهم يشتغلوا على انهم يعملوا نظام سوفت وير علشان يخلوا كل حاجه داخل المكان اوتوماتيك، وفعلا يفتحوا والدنيا تمشي ويكسبوا حلو قوي، لدرجه انهم كانوا بيدخلوا 800 دولار في اليوم الواحد، مكسبهم منه 25%، علشان يقعدوا ساعتها ويقولوا احنا ليه ما نتوسعش، وفعلا يفتحوا فرع واثنين وثلاثه. عشان ساعتها قرروا انهم يفتحوا برضه صالات بلياردو ويحطوا فيها نظام السوفت وير بتاعهم، وبرضه صالات البلياردو تنجح، علشان بعد ما سلسله البلياردو ما تنجح يسالوا نفسهم سؤال مهم، وهو احنا بتوع بينج وبلياردو ولا بتوع سوفت وير. عشان هنا يقرروا انهم يحطوا تركيزهم كله في السوفت وير علشان يقدروا يطلعوه باعلى كفاءه، عشان يقدروا بعد كده انهم يبيعوا خدمات السوفت وير بتاعهم لشركات تانية بمقابل اعلى بكتير من غير ما يكونوا محتاجين يعملوا كل حاجه. ده غير ان الاستثمارات في الشركه دي بقت بمليارات الدولارات، واسم الشركه دي هي بود بلاي. بس الحاجه الغريبه ان في شركات واشخاص ناجحين جدا من غير ما يكونوا عارفين ايه السبب الاساسي ورا نجاحهم ده. يعني كمثال، معظم الشركات بتدور انها ازاي تقدر تجيب اكبر قدر من العملاء الجداد، علشان يكتشفوا ان نجاح الشركه مش متوقف على انك تجيب عملاء جداد، انما ممكن يكون انك انت تقدر تستمر مع العملاء القدام لاكبر فتره ممكن. وانتوا كمان شاركونا في التعليقات ان ازاي اي حد ناجح يقدر يعرف السبب الاساسي وراء نجاحه ده، وتابعونا علشان تستفادوا. انا امير اشرف، سلام.